بيكم. أنا الدكتور أحمد رفعت، استشاري أمراض التخاطب ومدرس بكلية الطب جامعة عين شمس. حلقة النهاردة عن التلعثم. التلعثم هي مشكلة في طلاقة الكلام. في نوعين من التلعثم عند الأطفال اللي هو ما يسمى بعدم الطلاقة الطبيعية، والتلعثم عند الكبار أو التلعثم المرضي. تشخيص التلعثم بيتم عن طريق الحوار مع الطفل ومع الأب والأم طبعا، وفي بعض الاختبارات والتقييمات بتبقى للطفل عشان نشوف نوع التلعثم وفي نفس الوقت نشوف شدة التلعثم. بالنسبة لعدم الطلاقة الطبيعية أو التلعثم عند الأطفال، ده بيبقى موجود من 3 ل 5 سنوات في التقريب، وبيبقى التعامل معاه بيبقى عن طريق التجاهل التام لوجود التلعثم. هو بيروح لوحده تلقائيا بدون أي تدخل، لا تدخل في جلسات ولا تدخل عقاقيري. بالنسبة للتلعثم عند الكبار، ده بتبقى على حسب درجة التلعثم وشدته، بيبقى التعامل مع الطفل. يفضل استشارة طبيب أمراض التخاطب عشان أول حاجة نعرف طبيعة التلعثم، ونسأل على أي حاجة احنا بتقرقنا بالنسبة للتلعثم، وفي نفس الوقت نعرف هنعمل إيه ونحط خطة العلاج عشان نبدأ نتابع ونشوف شدة التلعثم بتروح ولا ما بتروحش. شكرا ليكم، وتحت أمركم في أي حاجة بخصوص أمراض التخاطب.